يا مس يا مس، بص يا مس بص. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا بنتي؟ حرام عليكي غلطتيني. قولي عايزه ايه؟ النهارده في الدرس يا مس، في الدرس النهارده قالوا ان كلمه اسامه دي مؤنث مش مذكر. استغربت يا مس والله، قلت لهم لا انا اتاكد من مس ايمان اشوف كلمه اسامه دي مؤنث ولا مذكر. طلعت مؤنث مش مذكر. اسامه مؤنث مش مذكر. يا نهار ابيض. اه مالك بس مستغربه كده ليه؟ ايه المشكله يعني؟ ما دي اسمها ممنوع من الصرف. اي كلمه ممنوع من الصرف. في حاجه عندنا ممنوع من الصرف العلميه التانيث. التانيث ده عندنا في اللغه العربيه 3 انواع: مؤنث لفظي ومعنوي، مؤنث لفظي، ومؤنث معنوي. وسبب بقى وحمزه دي اخرها تاء مربوطه، ده اسمه مؤنث ايه؟ اسمه مؤنث لفظي، يعني مكتوب بس كده مؤنث، لكن هو الراجل اصلا مذكر. ده بقى فهمت خالص خالص. الحمد لله انك فهمت. في حاجه تاني؟ ماشي شكرا يا مس. بصي معلش السؤال بس، كمان سؤال بس. هي كلمة فاطمة من المؤنث اللفظي ولا المعنوي ولا اللفظ والمعنى؟ مش عارف، اتلخبطت بصراحة. يعني كلمة فاطمة نوعها ايه؟ وحمزة وسعاد، يعني فاطمة تبقى مؤنث لفظي ومعنوي، لكن عندك طلحة مؤنث لفظي فقط، يعني اكتبه بس. وسعاد معنوي فقط بس. هو ده انواع المؤنث اللي موجودة في الممنوع من الصرف. حاجة سهلة جدا مش محتاجة. يا نهار ابيض. بس هي دي معلومة صغننة جميلة اللي ستك خايفة وقلقانة وقلب الدنيا عليها. فايتة كتير. ده الكورس التالت للتأسيس. ركزوا معانا في الفيديوهات زي ما نزلها عشان مهمة جدا. ثوابت نحوية معاك لحياة الجامعة إن شاء الله. والشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس.